إلى المسرح الوطني أكيد، وين راح نتحدثوا عن آخر الأعمال المسرحية اللي راهي يعرفها المسرح الوطني. لكن قبل هذا نرحبوا بضيفتي اليوم اللي هي ربيعة السحاب. نقول لك مرحبا بك، ممثلة تلفزيونية ومسرحية. شكرا لك. أول شيء صباح الخير، وشكرا على هذه الدعوة. والله أنا جد سعيدة ومسرورة بوجودي معكم هنا. نورتينا ربيعة. إذا نبداو بآخر عمل مسرحي أكيد اللي كانت لافون بروميير تاعو هذا الأسبوع، اللي هو باستا لإبراهيم شرقي، ونشاركوا فيه مجموعة من الوجوه الفنية: فايزة أمل، رشيد بن قوديفة. أكيد أنت كذلك كان عندك دور البطولة. نحكيو على هذا العمل المسرحي. باستا أول شيء هو إنتاج جديد للمسرح الوطني الجزائري، من إخراج المخرج إبراهيم شرقي. مساعدة المخرج هي السيدة فايزة أمل. دونك هو إنتاج جديد يدخل ضمن الشبكة الإنتاجية لسنة 2022. باستا تعني بركات، تعني كفانا تدمير، كفانا حرب، كفانا هجرة. باستا تقوم بإسقاطات على جميع المشاكل والمآسي الإنسانية. يعني باستا هي شغل مولود يحفزنا باش نداركوا المشاكل، نداركوا جميع المآسي الإنسانية اللي راها كاينة. وهذا هو دور المسرح، لأنه المسرح مرآة عاكسة للمجتمع. لما نشوفوا باستا حبيت نقفوا عند واحد النقطة. اليوم لافيش راهو يلعب دور كبير في الترويج للعمل المسرحي، ويخلي المتتبع للشأن المسرحي ولا الجمهور أنه يحب يكون عنده فضول يشوف هذا العمل. لو كان نولوا شوية اللور، نولوا محمد شرشان، نبدو بالهايشة، جي بي اس، من بعد شفنا بوستيشة، باستا، كلها عناوين مقتنات أكيد بعناية. قداش الدور اللي يلعبه العنوان من خلال لافيش والترويج للعمل المسرحي؟ والله هذه تعود لذكاء المخرج. يعني كل مخرج يحب يسوق المسرحيه تاعو لازم يختار عنوان يأثيري. صح. يعني كما باستا تعني بركات. يعني هي كلمه باللغه الاسبانيه معناتها تأثير الجمهور، لانه لو كان نحطوا عنوان كلاسيكي ما راحش يأثيري الناس باش تجي تتفرج. صح. دونك لازم دائما نختاروا، يختار المخرج اكيد العنوان اللي يأثيري الجمهور باش الناس تجي ديكوفري سي كوا واش كاين هذه المسرحيه، على واش تحكي، على واش تهضر. فوالا. في اقل من سنه شفنا دورين، دور في اجنحه نموله مع الفنانه نضال اللي نوجهوا لها تحيه، وفي باستا. وين هو الاختلاف هنايا؟ كيفاش قدرتي انك تنسالخي من الدور الاولاني لانه الوقت كان قصير وتركبي على باستا؟ اي والله يعني الحمد لله. يعني انا كنت فرحانه كثير كي عيط لي الاستاذ ابراهيم شرقي في المسرحيه الجديده. العام اللي فات كانت عندي مسرحيه اجنحه نموله مع الاستاذه الفاضله واللي نوجه لها تحيه خاصه، الاستاذه نضال الجزائري. وكانت الاجواء معها يعني جد ممتعه، استمتعنا بزاف بالعرض اجنحه نموله. وبعدين يعني اجنحه نموله هي مسرحيه موجهه للاطفال اكيد. كانت عندي شخصيه دور المديره. ومن بعدها كي جا المنتوج الجديد عيطوا لي على جال يعني هذه المسرحيه الموجهه للكبار. اكيد. ربيعه، اللي ما يعرفكش، انت ممثله مسرحيه وتلفزيونيه، اكيد شاركتي في العديد من الاعمال التلفزيونيه، لكن عندك الحب للسينما من خلال مجموعه من الاعمال القصيره، وهي كلها موجهه للمهرجانات، وراهي تحصد جوائز وتشارك في مهرجانات دوليه. نحكيو على بعض هذه الاعمال. انا نحب المسرح والسينما والتلفزيون. يعني خدمت في اعمال سينمائيه. كان عندي اخر عمل لي هو فيلم سينمائي قصير بعنوان احلام بلا اسقف، اللي هو راه كما نقولوا احنا رانا نحطوه، رانا ننافسوا به ان شاء الله. انا داخلين به في المهرجانات الدوليه. كنا ديجا دخلنا به في مهرجان فلسطين، مهرجان القدس من اهم المهرجانات. نعم. وكان كاين ثاني عمل سينمائي اخر اللي هو بعنوان الثقب، فيلم سينمائي قصير بعنوان الثقب. دونك يعالج هو ثاني مشاكل، يقوم باسقاطات على مشاكل انسانيه. وكاين ثاني فيلم سينمائي اخر اللي هو اول فيلم سينمائي لي، اللي هو الاخر هو انا. كذلك هذا ثاني راه يدور في المهرجانات الدوليه. في التلفزيون شفناك ربيعه، لكن اليوم فتره لي كاستين كانت في لي ريبيتيسيون تاعكم. اسكو راح نشوفوك في رمضان 2022؟ ان شاء الله كاين عمل جديد مازال ما بديناش التصوير تاعو، ان شاء الله راح يكون عن قريب. دراما، سيت كوم
سيت كوم نشوفوا في الكوميك. في الكوميك. العام اللي فات كنت صافا خدمت شويه مسلسلات تو، مي سنا يعني فتره التدريبات طاحت مع فتره بدايه لي تورناج، دونك ما قدرتش يعني ما تقدرش تروح من التدريبات لي ريبيتيسيون تروح دير تورناج امبوسيبل. نقولوا شويه الباستا هي خلطه مسرحيه جميله اكيد. كل ممثل وكان عنده الدور تاعو. لما نقولوا رشيد بن قديفه فنان عربي كان تعامل مع ممثلين مسرحيين عربيين، وحتى في الدراما فايزه امل المسرح اكيد كما نقولوا باللهجه تاعنا العاميه تاعنا تاكلوا كبار الفنانين. الدور تاعك كيفاش كان في وسطهم؟ يعني مسرحيه باستا كما قلت لك من قبل هي تقوم باسقاطات على المآسي الانسانيه. احنا كانت عندنا ادوار تقريبا مختلفه، يعني انا الدور تاعي الاول كان شخصيه عامه من الشعب. تلك الشخصيه اللي تحب الشغل منزعجه، تقوم ب مش عاجبها وصارف فوالا. والشخصيه الثانيه هي شخصيه العاشق والعشيقه، اللي هو كما نقولوا المشاكل المآسي الانسانيه اللي ياثروا على المحبوب ومحبوبته، ما يقدروش يتزوجوا، ما يقدروش كما نقولوا حنايا يكملوا في حياتهم، يتسيباروا على جال المشاكل اللي راها صاريه في العالم. وكذلك مسرحيه باستا كانوا فيها يعني مشاهد ديو ما بين الاخت واختها، اللي كما نقولوا حنا واحده فيهم تحب تروح تحرق والاخرى تقول لها ما تروحيش، يعني بقاي هنا مازال الدنيا بخيريتو. وكاين ثاني يعني قام المخرج باسقاط كذلك على الاب والبنت اللي الدمار الحرب بيتو. يعني انا زعما نوجه كما قال لك نداء للجمهور باش يجي يشوف المسرحيه، لانه المسرحيه حقيقه كان واحد النقطه ما نقدروش نفوتوها اكيد اثارت السوشيال ميديا، تصريح فتيحه وراد الاخير اللي كانت هضرت على المؤثرين ودخولهم الى عالم التمثيل. والشيء انا اللي لفت انتباهي ان قالت لك حتى رانا نشوفوهم في المسرح، معليش التلفزيون هو دور اي مخرج انه يسوق للعمل تاعو، لكن انك توقف مؤثر وبالخصوص اذا كانت عنده الموهبه مرحبا، واذا كان فارغ اكيد خشبه المسرح ما حش تقبلوا. انت كممثله درستي المسرح، درتي اعمال تلفزيونيه وتعبتي، واش رايك في هذا التصريح؟ والله انا نحب بزاف السيده فتيحه وراد ونحترمها، يعني هذا رايها الشخصي انا احترمه جدا. واللي عنده موهبه يعني عنده موهبه ماذا به الشغل ما يدخلش ديريكتومون للمسرح ولا التلفزيون، يعني يحاول انه يقرا شوي كما نقولوا يطور منها، ويقرا يدخل يقرا ولا الشغل يطور منها، ينمي الموهبه نتاعو ويدخل المجال السينما التلفزيون المسرح، يعني الابواب مفتوحه للجميع أكيد. ولكن يقرا شويه عليها ويحاول انه يكون كما قال لك كابابل. اكيد انا حبيت نسقسي بالك ايمان ولطفي الا كان عندهم تدخل فيما يخص ضيفتنا في خص الاعمال المسرحيه باش طازي ما شاء الله عليه، والتكريمات اللي استفاد منها كثير من الفنانين كما الفنان زيدي. صح، ياسين زايدي اللي هذا العمل كان تكريم ليه اكيد، بتكريم كما نشوفوا فكره جميله. تقريبا يروح العديد والكثير من الاسماء. اليوم كي تشوفي ياسين زايدي واش ربطوك اعمال به ربيعه؟ لا كنت نتلاقى به دائما الله يرحمه، كنت نتلاقى به توجور في الكافيتيريا اللي حدا المسرح الوطني، توجور فرحان توجور مبتسم، ويعني فقدنا انسان عزيز علينا بزاف، يعني راحت الابتسامه تاعو، راح كل شيء. ربي يرحمه رحمه الله. ربي يرحمه. اللي حاب يشوف باستا وقتاش يقدر يشوفها؟ والله احنا البرنامج تاعنا عندنا يوم الاربعاء باذن الله راح نعاودوا درنا العرض الشرفي الاول الخميس الجمعه السبت، ونهار الاربعاء ان شاء الله راح نعاودوا نرفنيو كما نقولوا نعاودوا نرجعوا الكواليس شيء مختلف في الاعمال المسرحيه، احنا نشوفوا العرض كامل متكامل، لكن الكواليس عندها نكهه خاصه. اعطينا هكا كاش ديزانيكتوت صراو لكم حاجات طريفه من خلال فتره التدريبات كانت جد صعبه، باسكو كنا من 9 تاع الصباح حتى 5 تاع العشيه، والاستاذ ابراهيم شرقي يعني صارم جدا يعني يجي روطار يحاسبك على الروطار، ولكنه يعني انسان حنون يعني يقدر الظروف يعني متفهم. صراونا يعني في مرحله التدريبات وين الاخت السيده الفاضله فايزه امل اللي توفى لها الوالد نتاعها اكيد اللي نترحموا عليه، كذلك توقفنا. كذلك كاين ممثله اخرى كذلك توفى لها الوالد تاعها، كذلك يعني شاءت الظروف شاءت الظروف.
ويعني كان في حزن في التدريبات وكانت فيه فرحه، يعني اللي يطيح له لانيفرسير تاعه في فتره التدريبات نديروا له لانيفرسير تاعه ونفرحوا به والحمد لله. حسب ما شفنا حنايا اكيد من خلال الصفحه الرسميه للمسرح الوطني كان فيه جمهور كبير حضر للعرض الاولي لافون بروميير، كانت فيه اراء مهمه في لهذا العمل. احنا نتمنى لكم التوفيق ربيعه اكيد. وحبيت نقول لك الكاميرا قدامك الا حبيتي توجهي رساله ولا كلمه اخيره. انا نوجه الحاجه الاولى شكرا لكم، يعني كنت متمنيه توجه باش نتلاقى بكم والحمد لله راني تلاقيت بكم. نوجه تحية خاصة للمخرج الكبير إبراهيم شلقي، السيدة فايزة آمل، رشيد، إكرام، أمينة، فؤاد زاهد كان معنا في العمل كذلك، وكل التقنيين اللي قاموا يعني بإنتاج هذا العمل. آخر سؤال، علاش يخافوكم بزاف المنتجين؟ يعني الفنان اللي مختصين في المسرح اللي يوقفوا فوق خشبة المسرح رهيبين يعني في التمثيل وفي الاداء، لكن بزاف منتجين نشوفوا اعمال تلفزيونيه تعرض يجيبوا يوظفوا فنانين ربما اللي ما عندهمش علاقه مع التمثيل، كثير من الاسماء مع حفظ كل الاسماء. صح والله الجرأة اللي عندكم ربما في يعني كاين ممثلين المسرح يعني جريئين وعندهم هذيك الشجاعه وهذيك القوه تاع. اسكو دومونديو كاسي كبير؟ يعني كل واحد وكيفاش، يعني مؤخرا كاين ممثلين يدوموندو يعني. حبينا اطلالتك معنا، التوفيق لك ان شاء الله. شكرا حضورك، عملتي لنا اضاءه حول هذا العمل المسرحي وضويتي لنا بلاطو صباح الشروق. اكيد فقره زوم ارت التي تختار. شكرا لك لطفي وايمان، اكيد راح تكوني ضيفتنا مره اخرى لانه الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لك محمد على هذه الاضاءه.